مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، وفي البدء نستهل بأهم وأبرز العناوين. توجيه دعوة للنساء لإجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم. الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس مدرسة الثورة ينظم على المستوى الوطني. عقد سيمينارات للإريتريين حول الأوضاع الراهنة في سويسرا والنمسا. نحو 1500 مفقود في نيبال والصين بعد سيل جارف في جبال الهيمالايا. روسيا تتهم فرنسا وبريطانيا باللعب بالنار بنقل تكنولوجيا صواريخ لأوكرانيا. شركة ميتا تتوصل إلى تسوية تاريخية مع ولايات أمريكية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. حث الدكتور داويد ستيفانوس المدير الطبي لمستشفى عداقة حمص للولادة على إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وتلقي العلاج المناسب. أوضح أنه تم فحص أكثر من 1000 امرأة في النصف الأول من عام 2026 وتلقت من ظهرت عليهن أعراض غير طبيعية وتم تشخيص إصابتهن بالمرض العلاج المناسب. وقال أن سرطان عنق الرحم مرض قابل للشفاء إذا تم اكتشافه مبكرا، مضيفا أن الفحص الدوري ضروري لأنه يصعب علاجه إذا تطور إلى سرطان. ونصح النساء اللواتي يعانين من هذه الأعراض بالتوجه فورا إلى الطبيب، إذ يعد النزيف غير الطبيعي أثناء الجماع أحد الأعراض الرئيسية للمرض. وتبذل وزارة الصحة جهودا حثيثة للحد من انتشار المرض من خلال توفير التطعيم للنساء من سن 9 إلى 14 عاما والفحص المجاني للنساء في سن الإنجاب. وأشار إلى أنه على الرغم من محدودية الوعي المجتمعي بالمرض إلا أنه آخذ في الازدياد بفضل الحملات المستمرة، ودعا جميع النساء في سن الإنجاب إلى الاستفادة من هذه الفرصة حيث تم توفير الموارد الكافية والكوادر الطبية المتخصصة. وأوصى في الختام بالتعاون مع الشركاء لتنظيم حملات توعية وتثقيف وضمان حصول النساء من سن 9 إلى 14 عاما على التطعيم اللازم وإجراء فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم للنساء من سن 30 وحتى 35 عاما كل عامين. هذا وتقدم في الإقليم الأوسط فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم مجانا في مستشفى قدايف وبيت مخا المجتمعيين ومستشفى عداقة حمص للولادة. أعلن مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخليا أن الاستعدادات اكتملت لتنظيم الاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى ال50 لتأسيس مدرسة الثورة على المستوى الوطني خلال الفترة من 17 وحتى 20 من سبتمبر تحت شعار ذكرى خالدة ومسيرة متجددة في بناء الوطن. وأوضح السفير زمدي لوكالة الأنباء الإريترية أن الاحتفال يهدف إلى توثيق تاريخ وتطور مدرسة الثورة ونقل إرثها إلى الأجيال القادمة وإبراز تجربة التعليم التابعة للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا القائمة على الربط بين الفكر والممارسة والعدالة الاجتماعية واعتماد نهج أصيل يراعي تنوع المجتمع الإريتري، إلى جانب توفير أرضية لتعزيز إسهامات المواطنين الإريتريين المقيمين في الخارج. وأشار إلى أن برنامج الاحتفال الذي ينظم داخل البلاد وخارجها يتضمن معارض للصور والمقتنيات وحفلات موسيقية وندوات ومنافسات رياضية وسيمينارات موسعة، مبينا أن الفعاليات الرسمية ستقام في العاصمة أسمرة مع تنظيم برامج مماثلة في مختلف أقاليم البلاد. هذا وافتتح في 17 من سبتمبر بقاعة إدارة الإقليم الأوسط فعالية للصور والمقتنيات تستمر لمدة أسبوع وتكون مفتوحة أمام الجمهور. وفي 18 من سبتمبر يقام حفل موسيقي في الشوارع الرئيسية لأسمرة يتضمن كرنفالا ثقافيا بمشاركة 13 مديرية. وفي 19 من سبتمبر تنظم في أرضية الإكسبو ندوات تتناول دور إرث مدرسة الثورة في تعزيز الوطنية ودور التعليم في بناء الوطن، إلى جانب تقديم برنامج ثقافي في سينما روما. وفي 20 من سبتمبر تختتم الفعاليات بإقامة سيمينار موسع وبرنامج ختامي في فندق أسمرة بالاس. يذكر أن احتفالات الذكرى ال50 لتأسيس مدرسة الثورة سبق أن أقيمت في عدد من الدول من بينها كندا والسويد. نظمت في سويسرا والنمسا خلال الفترة من 16 وحتى 23 من أغسطس سيمينارات تناولت الأوضاع الراهنة والتطورات الإقليمية والدولية بمشاركة مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في سويسرا والقنصل العام في فرانكفورت بألمانيا، إلى جانب مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في ألمانيا. وفي الندوات التي عقدها مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في سويسرا السيد إسماعيل محمد نور مع المواطنين المقيمين في مناطق سوغ وسفيتس وشافهاوزن وسانت جالن، أوضح أن الحكومة الإريترية تتابع عن كثب التطورات الجارية في منطقة القرن الإفريقي وتعمل بالتعاون مع الأطراف الساعية إلى السلام لتفادي المخاطر المحتملة.
وأشار إلى أن الحكومة بالتوازي مع برامج الأمن الوطني تعمل على ترجمة مبادئ العدالة الاجتماعية إلى واقع عملي وتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن الشعب الإريتري بفضل تعزيز وحدته وتماسكه وصل إلى مستوى متقدم من الثبات والثقة، داعيا الإريتريين المقيمين في سويسرا إلى رفع مستوى وعيهم وتعزيز مساهماتهم في مختلف البرامج الوطنية. من جانبه دعا مسؤول اللجنة الوطنية في سويسرا السيد محرة آب مالك إلى تعزيز التنظيمات المجتمعية وتكثيف الجهود الرامية إلى رعاية الشباب والأطفال وتنمية قدراتهم، مشددا بصورة خاصة على أهمية توسيع الأنشطة المتعلقة بمدارس تعليم اللغة الأم. وطرح المشاركون عددا من المقترحات من بين إعداد منهج دراسي من قبل وزارة التعليم لاستخدامه في مدارس تعليم اللغة الأم خارج البلاد، وتوفير تدريب مستمر لمسؤولي التنظيمات، وتنظيم زيارات دورية إلى داخل البلاد بمشاركة الشباب والأطفال إلى جانب مقترحات أخرى. وفي سياق متصل قدم القنصل العام في فرانكفورت بألمانيا السيد كبرعب تخصصي ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في ألمانيا السيد طعام هايلي إحاطة موسعة للإريتريين المقيمين في فيينا حول الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية وأهمية تعزيز التنظيمات والمهام المجتمعية في المرحلة الراهنة. كما تم خلال اللقاء توضيح الجهود المبذولة والتقدم المحرز لضمان تقديم خدمات قنصلية منظمة وفعالة للمواطنين. أوضح ممثل هيئة الغابات والحياة البرية السيد يوهان زكرياس أن مشتل غولو في مديرية صنعاء يطلع بدور مهم في جهود التشجير مع التركيز على الأشجار المستوطنة، وأشار إلى وجود مشتلين لإنتاج الشتلات في المديريات، موضحا أن مشتل غولو يعمل بصورة مكثفة على إنتاج الشتلات الخاصة بالأشجار المستوطنة المهددة بالانقراض والمساهمة في إعادة الغطاء النباتي للمنطقة إلى وضعه الطبيعي. من جانبه أكد إداري ضاحية غولو سيد عبد الله أحمد سافر أن إنتاج الشتلات والأسهم الأشجار المستوطنة يتطلب جهودا كبيرة، داعيا إلى توفير المتابعة والعناية اللازمة للأشجار التي تم قرصها لضمان نموها واستدامتها. وأوضح المشرف على مشتل غولو سيد أحمد صالح أن الشتلات التي يتم إنتاجها على مستوى المديرية تمثل جزءا من الجهود الرامية إلى استعادة الغطاء النباتي الذي تعرض للتدهور. وأضاف أنه تم خلال العام الجاري إعداد نحو 210 ألف شتلة من 13 نوعا من الأشجار، وقد بدأ بالفعل توزيعها للاستفادة منها في برامج التشجير وإعادة تأهيل القطاع النباتي. قام مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية السني بتأهيل عدد من الأسر المحتاجة والأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تحديدهم بالتنسيق مع إدارات الضواحي من خلال توفير وسائل إنتاج قائمة على الثروة الحيوانية. أوضح رئيس المكتب السيد ميكائيل جابر سلاسي أن المكتب ينفذ برنامج تمكين الفئات المحتاجة والأشخاص ذوي الإعاقة على مراحل، مشيرا إلى أن كل أسرة مستفيدة تحصل على دعم بقيمة 10,000 نخفة في صورة ماشية أو رأس مال لنشاط تجاري. وأعرب عدد من المستفيدين عن تقديرهم للدعم المقدم، مؤكدين أنه أسهم بصورة ملموسة في تحسين ظروفهم المعيشية. كما شددوا على أهمية استمرار تقديم الإرشاد والمشورة المهنية لهم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية فقمان. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت السلطات فقدان نحو 1500 شخص بينهم أكثر من 700 أجنبي في نيبال ومنطقة التبت الصينية، وذلك بعد انهيار جدار من الطين والصخور في نهر بجبال الهيمالايا مما أدى إلى سيول جاري فاجتاحت البلدات والوديان. واستخدمت فرق الإنقاذ في نيبال طائرات الهليكوبتر للبحث عن الناجين وإسقاط المساعدات الطارئة لآلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بعد الكارثة التي وقعت، واجتاحت طريقا مكتظا بالمتنزهين والحجاج يربط كاتمندو بلاسا في التبت. وقال مسؤولون في الشرطة والسياحة أن ما يقرب عن 500 أجنبي من بين 826 شخصا مفقودا في نيبال. وأظهرت مقاطع فيديو تم التحقق من صحتها كميات هائلة من المياه والحطام تجرف عشرات الأشخاص عند معبر حدودي في جيرونغ، مع جرف المنازل والطرق ومشاريع كهرباء في اتجاه مجرى النهر نحو نيبال.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار بتزويد أوكرانيا بتكنولوجيا صاروخية حساسة، محذرة من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها على باريس ولندن. وتعهد زعيما بريطانيا وفرنسا بتقديم دعم عسكري أقوى لأوكرانيا، بما في ذلك الوصول إلى تكنولوجيا سرية وتسريع تسليم صواريخ الدفاع الجوي، وذلك خلال اجتماع للحلفاء بمناسبة احتفالات كييف بعيد استغلالها. وأعلنت بريطانيا أنها ستسمح لكييف بالوصول إلى تكنولوجيا سرية لبدء إنتاجها الخاص لصواريخ ستورم شادو بعيدة المدى القادرة على شن ضربات في عمق الأراضي الروسية. ووافقت فرنسا بالفعل على منح الترخيص لذلك. وافقت شركة ميتا على دفع أكثر من 16 مليار دولار وإجراء تغييرات كبيرة على فيسبوك وإنستغرام في إطار تسوية لدعاوي رفعتها ولايات بمناطق مختلفة من البلاد، زعمت فيها أن الشركة صممت المنصتين بهدف إثارة الإدمان لدى الأطفال وتضليل المستهلكين بشأن سلامة منصاتها. ولا تزال هنالك دعاوى قضائية عديدة رفعها مستخدمون شبان في مختلف أنحاء البلاد يتهمون فيها ميتا بالتسبب في إدمانهم على منصات التواصل الاجتماعي ومفاقمة اضطراباتهم النفسية والسلوكية. وفي هذا السياق وافق عملاق وسائل التواصل الاجتماعي للتوصل والشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام كذلك على دفع أكثر من 16 مليار دولار، وكذا إجراء تغييرات جوهرية في آليات عمل منتجاتها فيما يتعلق بالمستخدمين الصغار بحسب وثيقة أضيفت إلى ملف القضية. وبموجب التسوية المبرمة مع نحو 50 ولاية أمريكية ستفرض ميتا وبشكل تلقائي حدا أقصى لاستخدام من هم دون 18 عاما لمنصتي انستغرام وفيسبوك يبلغ ساعتين يوميا. في الخبر الأخير، بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره المكسيكي روبرتو فيلاسكو سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحة العصابات الإجرامية العابرة للحدود. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكي تومي بيغوت في بيان أن اللقاء تناول أيضا كيفية تعزيز التعاون بشأن الأولويات الإقليمية المشتركة والموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف بيغوت أن الوزير روبيو دعا نظيره المكسيكي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الهجرة غير الشرعية ووقف تهريب الفنتانيل وغيره من المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي أكد كذلك حرص واشنطن على تفكيك المنظمات الإرهابية الأجنبية وعصابات الجريمة المنظمة وقطع سبل إمدادات السلاح لها. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. توجيه دعوة للنساء لإجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم. الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس مدرسة الثورة ينظم على المستوى الوطني. عقد سمينارات للإريتريين حول الأوضاع الراهنة في سويسرا والنمسا. نحو 1500 مفقود في نيبال والصين بعد سيل جارف في جبال الهيمالايا. روسيا تتهم فرنسا وبريطانيا باللعب بالنار بنقل تكنولوجيا صواريخ لأوكرانيا. وشركة ميتا تتوصل إلى تسوية تاريخية مع ولايات أمريكية. إن شاء الله الفاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.